البنات في فيديو جديد. فيديو اليوم رانا رايحين نهضروا على التصاور، بصح ماشي اي تصاور، تصاورنا الخاصه، تصاورنا اللي نصوروهم لروحتينا ومن بعد نبعثوهم لناس واحد اخرين. اذا راكم حابين تعرفوا تفاصيل اكثر على هذا الموضوع، هذا الموضوع في الحقيقه مخصص للبنات تاع الثانوي والبنات تاع الجامعه اللي مازال ما وصلوش للنضج الفكري ومازال ما يعرفوش واش من المصالح اللي يقدروا يضروهم في المستقبل. تابعوني لنهايه الفيديو باش تعرفوا كاع التفاصيل. دركا نروحوا نهضروا على هذا الموضوع اللي فريمون حساس. انا صابرينا وندير فيديوهات على الموضه وفيديوهات تهم البنات في جميع مجالات الحياه، يعني باش نكونوا شابين من الداخل وشابين من برا. الظاهره تاع نبعثوا تصاورنا ولا الفيديوهات تاعنا اقوات في العصر الحالي بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، تيك توك، انستغرام وما الى ذلك، بسبب انه ثاني كاع ولاو عندنا تليفونات فيهم الكاميرا. ولكن بنات ما تبعثوش تصاوركم لحتى واحد. يلزم تفهموا هذه القاعده. راجلك وما تبعثيلوش تصاورك. وطبعا ما رانيش نقصد التصاور العاديه كما انا نبيبليهم، التصاور اللي انا لابسه فيهم حطه ولا نو، ما رانيش نقصد هذا التصاور، وانما راني نقصد التصاور الخاصه، التصاور الحميميه، التصاور بملابس انت ما تقدريش تخرج بها برا. يعني انا مثلا نقدر نخرج بهذا الفستان برا، اذا بعثته لاي شخص وهذا الشخص راح بيبليا ولا بارطاجا تصويرتي وانا بفستان قصير ما يهمنيش، لانه انا نقدر نخرج بهذه الحوايج، نبيبلي تصاوري بهذه الحوايج. خدمتي انه نعرض الملابس. اما انت مثلا اذا كنت في بيئه محافظه ولا منغلقه كما المجتمع الجزائري ولا المغاربي ولا التونسي ولا المصري ولا كاع المجتمعات الشرقيه، ما تبعثوش تصاوركم حاجه خاصه بكم. علاش؟ اولا كاين بزاف اشباه الرجال اللي يلعبها رجله ولكن هو ماشي راجل. بمجرد ما انك بعثتي له تصويرتك خلاص حط لك المسعى ركبه، راح يولي يهددك، راح يقول لك يا تبعثي لي تصاور واحد اخرين يا نوريهم لمالك يا ننشرهم. علاش تحطي روحك في موقف سيء كما هذا الناس، هذا الزبل الثاله اشباه الرجال، هذا الرجال اللي ماشي رجال، هذا الشيء اللي شبه الذكر، هذو ما يستاهلوش اصلا تعطي لهم قيمه تهضري معاهم، فما بالك انك تبعثي له تصويره. بنات تصاوركم الحميميه ولا تصاوركم بملابس نتوما ما تقدروش تخرجوا بها برا ليكم انتم فقط. وقلت لكم حتى ازواجكم ما تبعثوش، ما تعرفي تليفونه يضيع، ما تعرفي راجلك هذا تطلقي معاه غدوه من غدوه يكون اسكرو ماشي وليد فاميليا. وصدقوني كاين بزاف ماشي ولاد فاميليا يلعبوها ولاد فاميليا ولكن هما ماشي ولاد فاميليا. ما تبعثوش تصاوركم لحتى الواحد، لانه ما كانش واحد جدير بالثقه. اغلبيه الناس اللي يدعوا يقول لك انايا والله ما تخافي انايا راجل، شوفي غير يبدا راجل يقول لك انا راجل، عارفه بلي هو ماشي راجل. الراجل الحقيقي عمره ما يبرر، عمره ما يقول لك انا راجل. خلاصه الحديث، تصاورك الخاصه يبقاو ليك انت، ماشي المانيه، انت ماشي هولنديه، انت ماشي قاوريه. حتى القاوريه وما تبعثش تصاورها لنيمبورت كي وعندها حساسيه باش تبعث تصاورها. فانت من بيئه محافظه مثلا الجزائر، كيفاش تروحي تبعثي تصاورك الانسان ما راكيش ضمناته؟ احيانا ما تكونيش تعرفيه ميم با بزاف وتبعثيها وفيها وجه. على هذا الشيء علاش ما تبعثوا لا تصاوركم لا فيديوهاتكم؟ ركزوا في قرايتكم، في حياتكم، في خدمتكم. الراجل تاع الصح جامي ما يقول لك يا تبعثي لي تصاورك يا نحبسو، نو. بمجرد ما راح يقول لك هكا هذا ماشي راجل، هذا زوبيا، ما تبعثولوش. هذه نصيحه مني ليكم، يلزم تسمعوها ويلزم تديروها. انتوما جزائريات مغربيات تونسيات ما يهمش، مجتمعاتكم مجتمعات محافظه، ما تبعثوش تصاوركم. ما راكي بنت لوروب، ما راكي عايشه في لوروب، ما اذا كنت عايشه في لوروب فاميلتك ماش راح تتقبل هذا الشيء. وشكون هذا اصلا اللي تبعثي له تصاورك؟ ما جا خطبك، ما جا هضر عليك، مام لو كان جا خطبك وجا هضر عليك.
ما يستاهلش تبعثي له. الثقه ما تندار في حتى واحد، الثقه تندار في نفسك انت، في يماك، في اختك، في خوك، في باباك وخلاص. ما كاش ثقه في حتى انسان اخر. حتى زوجك كان يقول لك زوجك ما كانش تبعثي له تصاورك. ليه تبعثي له تصاورك؟ راه عايش معاك في الدار. لو كان غدوه من غدوه المكتوب يخلص بيناتكم وتتلقوا واش يصرى؟ خطيبك نفس الشيء، خطيبك اسوء، خطيبك ولا صاحبك كيف. ما تنساوش بلي المجتمعات الجزائريه هي مجتمعات محافظه، كاين بزاف بنات ما يقدروش يعرفوا راجل قبل الزواج فيتخطبوا. فتره الخطوبه هي في الحقيقه كانه فتره تعارف ولا مصاحبه. ما تبعثيلوش تصاورك حاجه خاصه بك. جيسبر بنات الهضره تكون واضحه، نتوما ماكمش المانيات ماكمش هولنديات، يعني تصاوركم يبقاو ليكم، ومكاش راجل يستاهل هذا الريسك اللي تحطوا فيه روحكم. لمزيد من النصائح اشتركوا في القناه ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه.